السلام عليكم. من بعد قضية سعد المجرد والتي تفجرت هذا الأسبوع بالحكم عليه 6 سنوات، تفجرت البارحة تفاصيل صادمة اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب والتحقيق معه. قبل ما نبداو ما تنساوش الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إليكم التفاصيل. استفاق المغاربة على خبر صادم ويتعلق الأمر باللاعب المحبوب والخلوق أشرف حكيمي، حيث كشفت صحيفة الباريزيان أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا مع لاعب فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب، حيث أن شابة تبلغ من العمر 23 سنة توجهت صوب مركز الشرطة الفرنسية لتقديم شكاية في حق اللاعب، ولكنها تراجعت عن قرارها في آخر لحظة. لكن رغم ذلك النيابة العامة قررت تولي القضية قبل إحالتها على المختصين. وقالت المشتكية أنها تعرفت على حكيمي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام يوم 16 يناير الماضي، وفي يوم السبت 25 فبراير ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب على متن سيارة أوبر التي طلب لها حكيمي، في الوقت الذي كانت عائلته تقضي عطلة